القطايف دي من أساسيات شهر رمضان، وعلشان كده جايبالك وصفة بقى جديدة، لا تحشيها ولا تلفيها، ولو حتى بايتة هتعمليها وهتبقى أحلى قطايف في الدنيا كلها. وعايزة أقولك كمان إن من سهولتها ممكن بنتك الصغنونة كمان تقوم تعملها على طول. تعالي بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة، وصفة جديدة هتعمليها مش هتاخد معاكي وقت ولا تفك منك بقى في الزيت ولا تفتح منك ولا أي حاجة خالص. يلا بقى كده نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. أول حاجة هنعملها هي كريمة التمر، وبنجيب التمر نفصصه ونشيل النوى منه، بنحطه كده يعني تقريبا كوباية تمر، بنحط عليها كوباية من اللبن وحوالي حبايتين من المستكة أو رشة حبهان أو رشة قرفة اللي تحبيه. هنجيب برضو شوية لبن صغيرين كده أو شوية مية وهندوب فيهم معلقة من النشا، ندوبها كويس على البارد وننزل على البلح باللبن بتاعنا اللي احنا عاملينه ده. وهنسيب بقى التمر ده يغلي مع اللبن كده لحد ما الاقيه يعني داب دوبان كده. هنسيبه بقى لحد ما يبرد، وبعد كده هنضربه بقى في الكبة او بالهاند بلندر لحد ما ينعم خالص. انا هحط معاه كمان معلقتين كبار من القشطة، القشطة اللي هي البلدي او وش اللبن يعني. طبعا احنا ما حطيناش سكر خالص. لو انت مش عايزه تحطي اي نكهات من اللي هي العطريه اللي هي التوابل دي، ممكن تحطي كيس فانيليا، ويبقى كده عندنا كريمه البلح جهزت ركناها على جنب. وهنجيب عندنا نص كيلو من القطايف، هنقطع كل واحده نصين بالشكل ده كده، هتقسميها بالسكينه كده القطعتين يبقوا قد بعض. هنخلص كل الكميه اللي معانا بالشكل ده. بقت عندنا القطايف بتاعتنا جاهزه كده نص دايره، هنحطها في طبق وهنروح نحمرها. انا حطيت زيت يسخن على النار، هحط فيه كيس من الفانيليا، وعايزه اقولك ان كيس الفانيليا ده هيخلي ريحه الزيت تبقى حلوه، وده السر بتاع الحلوانيه اللي بيبقوا موجودين في الشارع، لما بتبقي معديه من قدامهم بتلاقي الريحه قلب الدنيا. لو بيعملوا زلابيه ولا اي حاجه بيحطوا كيس فانيليا في الزيت، منه يدي ريحه ومنه يلم عليهم الزباين. هنحمر بقى القطايف بالشكل ده كده، عايزه اقولك الريحه بجد تجنن. نطلعها كده لونها ذهبي، يا ريت نغمقها شويه اكتر من كده كمان، يعني يبقى لونها ذهبي غامق شويه. هنخلص بقى كل الكميه بالشكل ده، وبعد كده بقى هنحط لها شويه من السيرب الوسط، لا خفيف ولا تقيل، وهنقلبها كده مع بعض. طريقه التقديم بقى بجد يعني حاجه بسيطه كده وطعمها حلو جدا جدا. بنغمسها كده في كريمه التمر، وبعدين نحطها في الفستق او جوز الهند او السوداني، المكسرات اللي موجوده عندك اللي انت بتحبيها، وهنرصها كده في طبق التقديم. وهنحط زبدة أو كريمة التمر كده في النص علشان تبقى تغميسة حلوة كده. وعايزة أقولك بقى إن الوصفة دي بجد تحفة، لو جربتيها حاجة كده سهلة وفي 5 دقايق بتكوني عاملاها، ويعني لذيذة ما بتشبعيش منها ومفيدة جدا. جربوها وأنا واثقة إن هي هتعجبكم. عايزة أقولك بقى إن أنا ممكن أكل طبق أو طبقين زي دول كده لوحدي، يعني انتوا عارفين إن هي زي تسلية كده أو نقنقة. يلا جربوها وهستنى رأيكم، ولو عجبتكم الفكرة شيروها بقى لأصحابكم، وكل سنة وانتم طيبين.